يا اخي الكرة دي غريبة قوي، والنادي الاهلي اغرب. اوعى تأمن للنادي الاهلي. النهارده الكرة ما احتاجتش غير ساعتين عشان تقلب الدوري المصري وتخلي الفرق بين الاهلي وبيراميدز نقطة واحدة. بيراميدز بتغلب 3-2 من فاركو، والنادي الاهلي بيكتسح حرس الحدود 5-0 في مباراة كانت ممكن تخلص 15. عماد النحاس النهارده لاعب 4-2-3-1، طريقه النادي الاهلي الكلاسيكيه. امن خط الوسط بمروان والسوليه وقال لطاهر وبن شرقي وامام عاشور ساعدوا امام ابو علي انا عايز الماتش ده، ولقينا محمد هاني بيطلع واحمد نبيل كوكا بيطلع والكل عايز الماتش ده لازم ناخده. بيراميدز لسه خسران من ساعه، ولما الاهلي كسب 5-0 بقى الفرق نقطه واحده، الفرق نقطه واحده والضغط اتقلب. الضغط بدل ما هو كان على النادي الاهلي الضغط بقى على بيراميدز، الفريق الجديد اللي مش واخد على اللعب تحت ضغط، مش واخد على الدبدبه بتاعت النادي الاهلي وراه. النادي الاهلي متمرس في ده. النادي الاهلي ياما خلص بطولات في الامتار الاخيره، وبيراميدز ياما في السنين اللي فاتت خسر بطولات في الامتار الاخيره. الامر اللي بيخلينا احنا كجمهور النادي الاهلي متفائلين جدا ان الدوري ده بتاعنا. وخد بالك الريمونتادا دي ممكن تجيب مشاكل صحيه لناس كتير جدا موجودين معانا في هذا الوطن الحبيب. اصدقائنا الموجودين على الجانب الاخر من النهر لو حصل السيناريو اللي انا هقول لك عليه ده ممكن يجرى لهم حاجه. النادي الاهلي ياخد الدوري، صن داونز ياخد افريقيا، وبيراميدز ياخد الكاس. ساعتها هم هيتاكدوا ان بيراميدز خد مكانهم رسميا. عندنا تحفظات على بعض اللعيبه، ولكن دلوقتي المطلوب مننا ان احنا نضغط على بيراميدز اكتر ما نضغط على لاعيبتنا. لاعيبتنا واضح جدا انهم عندهم رغبه في مصالحه الجمهور، واحنا هنديهم فرصه يصالحونا. احنا مش هنتصالح غير بانك تاخد الخمس ماتشات اللي جايين ماتشات كؤوس، 5 ماتشات ب5 فوز ب15 نقطه، وسيب الباقي على جمهور الاهلي. جمهور الاهلي قادر جدا 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 انه يصدر ضغوط على لاعبي بيراميدز يخليهم يفقدوا بدل النقطه 10. بس انت العب وركز واعمل اللي عليك وجيب كل النقط اللي جايه، وسيب الباقي على ربنا ثم جمهور النادي الاهلي. سلام عليكم.